امبارح كان في لقاء ما بين امام عاشور واحمد شوبير على قناه الاهلي. طبعا انا اصلا كزملكاوي انا مش هتفرج على قناه الاهلي عشان اتفرج على امام عاشور واشوف الكلام اللي بيقوله، ولكن وانا بتفرج كده على الفيسبوك وعلى التيك توك، سمعت بعض الاحاديث لامام عاشور بمقتطفات بعناوين. فطبعا انا ما باخدش العنوان، لا انا بدخل اتفرج على حته الفيديو اللي فيها العنوان دي. من بعض الحاجات اللي انا استشفتها في الموضوع بتاع امام عاشور، وانا كزملكاوي بامانه انا اعذر امام عاشور ان هو راح الاهلي لاكتر من سبب. لاعب الكوره هو راس ماله رجليه وجسمه وصحته. انا لما اروح نادي زي نادي الزمالك واعرض عليه نفسي والاقي ان نادي الزمالك مش مقدرني، ونادي الزمالك في الفترة دي مش عايزني، ونادي الزمالك فيه كلام كتير ان مش هقدر ان انا اجيبك من ميتلاند الدنماركي. فطبعا ابسط شيء ممكن اللاعب يعمله ان هو يروح لاقرب نادي جماهيري بعد الزمالك هيطلبه. فطبعا كان في اتنين عايزين امام عاشور، بيراميدز والاهلي. طبعا الاهلي اصطاد في الميه العكره. امام عاشور كان متالق في الزمالك، كان يعتبر بالفعل هو كان احسن لاعب في مصر. آه، انا كلاعب لما يجي لي عرض من بيراميدز او الاهلي لازم هختار الاهلي، ده يعني بما لا شك فيه. ان انا اختار نادي ليه قاعده جماهيريه، نادي بطولات، نادي مدعوم من الدوله، نادي مدعوم من الحكام، نادي مدعوم من منظومه الكره والتحكيم ومن لجنه الانديه ومن من رابطه الانديه ومن عامر حسين. فانا طبعا انا لازم اجري واروح على الاهلي، لان انا كل 3 4 شهور هدخل بطوله وهاخدها. انا مدعوم من الدنيا دي كلها، فانا لازم اروح الاهلي. وبالتالي لما الاهلي هيقدم عرض الامام هيبقى عرض خيالي امام ما يحلمش بيه، فلوس وملايين. فانا كنت عاذر امام عاشور بالفعل ان هو يروح من الزمالك للاهلي. ما هو معلش انا مش هروح افرض نفسي على نادي واقول له انت عايزني، طب رجعوني من النادي، طب ادوني مرتب. وكده كده الزمالك كان فيه مشاكل وما فيش فلوس. بس من الحاجات اللي عجبتني في كلام امام امبارح واللي بتاكد لي ان امام زملكاوي مليون في الميه، وان كنادي اهلي وكشوبير اللي عمال يحل في امام باي شكل من الاشكال، وشغال وصلة كيد نسا طول الحلقة، ويقيمه مش يقيمه، وعمال يطبطب ويدلع في امام. وامام كل شوية عمال يفكرهم انا رحت الاهلي بعد رفض الزمالك، انا رحت الاهلي بعد رفض الزمالك، انا شتمت رموز الاهلي وعلى رسول صالح سليم وشتمت جمهور الاهلي واعتذرت اكتر من مره. كل ده احمد شوبير عمال يحلي، احمد شوبير عمال يحلق، عايز امام ما يذكرش الحاجات اللي حصلت قبل ما يروح الاهلي. بس انا اعتقد ان جمهور الاهلي لو عنده نسبة وعي، عنده حتة من السنس والكرامة، ان هو لما يشوف امام وهو بيتكلم بالشكل ده اهدى، اهدى بقى، واعرف ان مش من اولويات امام ان كان يروح الاهلي. امام لما الاهلي شاور له وبملايين ما يحلمش بيها راح الاهلي. فانت اللي عمال تكيد وانت اللي عمال تلسوع في الزمالك ان انا اخدت منك صفقة القرن، ان انا اخدت منك امام عاشور، ان انا ولكن انا يكفيني فخر ان امام يثبت في قلب مش الكنيست، اقصد في قناة الاهلي، ان انا جيت للنادي الاهلي بعد رفض الزمالك ان هو يتعاقد معايا علشان المشاكل اللي كان فيها. انا جيت النادي الاهلي قاعدة جماهيرية، فلوس وملايين وبرستيج واعلانات وحماية وظهر ودلع، واقعد اتدلع بقى زي ما انا عايز وهيقبلوني. والله لو عملت بيبي عليهم هيقبلوني ويرضوا وهيبقوا موافقين ومبسوطين بيا ان انا امام اللي كنت احسن لاعب في الزمالك وجيت الاهلي. مبروك عليكم امام عاشور في الاهلي، ومبروك عليكم قناة الاهلي واللي فيها احمد شوبير اللي عامل نسبة مشاهدة معرفش مين اصلا اللي بيتفرج عليه، بس اهو بيقولوا انه عامل نسبة مشاهدة غير مسبوقة، وفيه رعاه وفيه داعمين للقناة. مبروك عليكم طبعا. وانا كزملكاوي بالفعل انا يشرفني ان انا يبقى في عندي لاعب يشتريني لاخر لحظة، بس انا امكانياتي ما اقدرش ان انا اجيبه. السلام عليكم.